نتيجة الثانوية العامة نتيجة بتبقى تقريبا في معظم الأسر كأنها شبه الكابوس. كابوس هم قاعدين مستنيين، وكابوس لما يبقوا بيعرفوا نتائج ولادهم. لما بتطلع نتيجة الثانوية العامة غالبا بيطلع معاها شوية أحاسيس كده. الشخص بيكون متلخبط جدا، بالذات لو كان مجموعه قليل، ولو كان مجموعه عالي غالبا برضو أحاسيسه بتتلخبط، لأنه غالبا في الوقت ده بيقارن نفسه بالحواليه. لما بتطلع نتيجة الثانوية العامة أول كلمة بيقولها يا ريتني. شوية مشاعر متلخبطة مع أحاسيس لوم، على أحاسيس ذنب، على أحاسيس تقصير، على أحاسيس إن أنا عملت لا بص، شوية كل الأحاسيس اللي ينفع تتلخبط بتتلخبط في الوقت دوت. كل اللي جاي أقوله لك النهاردة إنه يا ريتني اللي بنقولها لنفسنا مش بتنفع حد، لا بتودي ولا بتجيب، وهتفضل زي ما هي، والنتيجة هتفضل زي ما هي، ويا ريتني عمرها ما هترجع نتيجة، لا العمر اللي فات ولا السنة اللي فاتت ولا الامتحانات اللي خلصت من شهر فات. علشان تبقى فاهم، الندم شعور طبيعي جدا بنندم فيه على الوقت اللي عدى مننا، او الوقت اللي احنا كان المفروض نعمل فيه حاجة وما عملناش، وغالبا بنحس ان احنا قد ايه كنا مقصرين. وعلى فكرة ده مش لنتيجة الثانوية العامة بس، ده نتيجة كل شخص فينا بيضيع وقت مش في المكان اللي المفروض يضيع فيه وقت، وبالتالي الوقت اللي بيضيع بيحس فيه بالتقصير جامد. الندم لو فضلنا بنكتر فيه غالبا اللي هياكل حتى اللحظات اللي فيها ان انا محتاج افكر واعيد ترتيب حياتي واعيد ترتيب وقتي واختار المرة دي صح. مهم تبقى فاهم ان كلنا بنغلط، والغلط جزء من تجربتنا الانسانية، وطبيعي جدا ان انت تبقى زعلان انك انت بتغلط. لو عرفت يا عزيزي، عرفت تتقبل عيوبك وأخطائك وتغفر لنفسك، هتعرف تعيش حياة سوية إلى حد ما. وبالتالي مهم جدا إنك تقدر تغفر لنفسك الأخطاء علشان تقدر تتعامل مع الحاضر، لأن ده هيساعدك تبقى متصالح مع نفسك وتقدر تتقبل عيوبك وتقدر كمان تصلح فيها. إنك تفضل عند ثانوي اللي خلصت خلاص من كام شهر فاتوا، ده معناه انك هتفضل واقف عند الحتة اللي انت غلطت فيها، وده معناه انك انت هتضيع مش اللي فات بس، انت كمان هتضيع الوقت اللي جاي واللحظة الحالية اللي انت واقف فيها، واللي محتاج انك تقف تفكر هتعمل ايه، تغير خطتك، توضب المهارات اللي محتاج تتعلمها، ومحتاج تفهم انت محتاج تتصرف ازاي. خد بالك ان وقفتك عند نفس اللحظة هيخليك تضيع على نفسك اللحظات اللي انت محتاج فيها تركز. النقطة اللي بعد كده، خليك ايجابي وحاول تعمل بلان واقعية لنفسك. يعني ايه بلان واقعية لنفسك؟ يعني بلاش فكرة انه ايه ذاكر تنجح غش تجيب مجموع، يعني بلاش الكلام ده كله لانه ما بيجيبش نتيجة، صدقني واكيد انت جربت. محتاج تحط خطة واقعية لنفسك، يعني محتاج تتعلم شوية مهارات، وبلاش الفهلوة بتاعت المصريين دي لأنه مش بتأكل عيش، بعد شوية هتتكشف ويبقى شكلك وحش. محتاج تتعلم، يبقى عندك خطة لتطوير مهاراتك. التعليم ما بيأكلش عيش لوحده، مهم جدا اللي بيجي يشغل حد بيسأله مهاراتك ايه، بتعرف تعمل ايه، ويقعد يكتشف هو ايه السكيلز اللي عنده. بقت أهم سكيلز موجودة دلوقتي إنك أنت تحاول تبقى بياع شاطر، تقدر تبيع نفسك للي قدامك بشطارة، تقدر تقنع اللي قدامك بنفسك، ودي حاجة محتاجة ثقة بالنفس، محتاجة تطور فيها الحتة اللي أنت ممكن تبقى فيها مش واثق في نفسك، محتاج تطور مهاراتك. التعليم مش لوحده كفاية، حلو بيبقى بيز حلو، بيبقى كويس ان هو يسهل قدامك الطريق، وغالبا الناس اللي بتجيب مجاميع دي بتبقى ناس شاطرة الى حد ما، بس الشطارة لوحدها في التعليم القراية والكتابة ما هواش السبب خالص. انت محتاج تطور سكيلز
عندك علشان تقدر تتعايش مع سوق العمل. آخر حاجة هقولها، كل واحد فينا محتاج في دايرة علاقاته شوية تشجيع. دور على ناس تدعمك، لو كانوا الأهل، لو ما كانش لسانهم سليط يعني، لو كان الأهل، لو كان العم، لو كان الخال، لو كان حد من الأساتذة، حد من الأصدقاء، حد من الناس القريبين منك، حد أكبر منك، حد يقدر يدعمك نفسيا. مهم جدا تبقى قريب من الناس اللي تقدر تدعمك والناس اللي تقدر تشجعك انك تقدر تختار المجال اللي ينفع تبقى فيه الفترة اللي جاية. وحاول تدور ايه المجالات المطلوبة في الوقت اللي جاي لسوق العمل، لانه مش اي حاجة هتيجي على بالك هي مطلوبة في السوق. وهل هي ينفع الاي اي دلوقتي يستغنى عنك فيها، ولا هتصرف على الفاضي؟ حاول تدور، لانه الحاجات اللي هتدور عليها مهمة جدا. اخر حاجة هنهي بيها كلامي، الندم عبء على اي شخص فينا. عيش الحاضر، عيش اللحظة. سلام، اشوفكم الحلقة اللي جاية.